أهلا بكم. النهاردة هكلمكم عن حاجة تهم كل أم جديدة، هي البكا. طفلي بيعيط ليه؟ عايز أعرف هو تعبان ولا جعان ولا عنده مغص، أنا مش فاهمه. تابع معايا وهتعرفي إزاي تفرقي ما بين أنواع البكا وتفهمي طفلك بيعيط ليه. الطفل اللي بيدور وشه يمين وشمال وبيحط إيده في بقه وبيعيط بشكل هستيري ده طفل جعان. والفكرة إن كمان لو أنا منظمة له مواعيد الرضاعة وبصيت في الساعة هلاقي ميعاد الرضاعة بتاعته قرب. الطفل اللي بيعيط بحدة وبصريخ وبطنه بيشد نفسه جدا وبيشد رجليه على بطنه وبيتلوى، ده طفل عنده مغص. لو أنا شلته هديته وعملت له مساج لبطنه هلاقيه تدريجي بيهدى. الموضوع ده لو اتكرر كتير لازم نرجع للدكتور بتاعه. ساعات الموضوع بيكون بسيط جدا، إن أنا أبص على الحفاض هلاقي الطفل الحفاض بتاعه مليان، عايز بس يغير الحفاض. ممكن قوي طفلي يكون حاسس بالملل. طفل رضيع وحاسس بالملل ممكن محتاج ان مامته تشيله او تكلمه او تلعبه او تغني له او تهديه، ده طبيعي، زهقان او محتاج ان مامته تكون جنبه. الطفل بقى اللي بيبكي بعصبيه ومقريف ومزاجه وحش وبيدعك في عينيه وبيشد في ودانه، ده غالبا طفل محتاج ينام. فانا كل اللي هقدر اعمله ان انا اهديله الجو حواليه كصوت وكاضاءه وهيئه للنوم، اغني له، اشيله، اطبطب عليه، هلاقيه بيدخل في النوم بسهوله. ممكن جدا يكون حاسس بالحراره او البروده على حسب الجو، فانا لازم دايما اختبر حراره الطفل واقيسها من خلال رقبته او من تحت باطه او من بطنه بكف ايدي. ما ينفعش اكتفي ان انا اشوف حراره الاطراف فقط، ويفضل كمان لو انا قدرت استخدم الترمومتر. ساعات طفلي بيبكي بألم شديد وما هواش جعان ومغير الحفاض وكل حاجة تمام، بدور بقى في هدومه بلاقي في حاجة مضايقاه، في سوستة داخلة في جسمه، في حاجة ملفوفة على ايديه أو على صوابعه، لازم أدور في ده كويس جدا. اللغة الوحيدة اللي بيتقنها حديث الولادة هي البكا. حضرتك لازم تسمعيها وتقدري تميزي هو عاوز ايه بالظبط من البكا بتاعه، وما تقلقيش، انت مع الوقت بالخبرة هتقدري تفهمي هو بيعيط ليه بالظبط، لان انت اكتر واحده حاسه بيه وعارفه هو محتاج ايه دلوقتي. لو استفدنا من الفيديو ده يا ريت نعمل له مشاركه مع ام جديده، واعملوا لايك ومتابعه للصفحه عشان توصلكم معلومات خاصه بصحه الطفل. شكرا.